النهاردة أنا في متشابس في أول شارع شامبليون. تعالوا أوريكم الإسكندرانية ممكن يروحوا الخليج في أقل من ثانية وفي شوية دقايق بسيطة جدا. وبصوا بقى الديكوريشن ده، احنا دلوقتي وصلنا الخليج. خلاص احنا دلوقتي نقدر نقول في الكويت، في الأردن، زي ما تحبوا تقولوا هتقولوا. وبدليل على كده بصوا القعدة العربي الجميلة اللي فعلا بتفكرنا باخواتنا العرب في كل حتة. وهنا بقى الأكل بقى الكويتي الفظيع. قدموا لنا شوية بقى أصناف مختلفة جدا، هكلمكم عن كل صنف فيهم عشان خاطر اما تروحوا لازم تجربوا الأصناف دي. تعالوا بقى اوريكم اول حاجة كانت معانا وهي السلطة دي. ودي سلطة زبادي، هي حاجة شبه تقليدية بالنسبة لكل العرب وجميلة جدا. وطبعا بقى هنا سلطة الفتوش، ودي كانت أول مرة إن أنا أدوقها وكانت فظيعة، وخصوصا بقى العيش بقى الكريسبي كان رهيب فيها. متعودين احنا على السمبوسة اللي بالجبنة اللي باللحمة المفرومة. المرة دي انا بفتح السمبوسة لقيت جواها بزلة ولقيت جواها بطاطس، لقيت حاجة كده جميلة قوي. وطبعا بقى قررت ادوق فاطمة لان طبعا هي عجبتني ومختلفة جدا. أنا بصراحة محبش إن أنا آكل بزلة في الحاجات دي، بس كان طعمها تحفة تحفة تحفة، متوقعتش إنها تبقى رهيبة كده، بجد كان طعمها فظيع. لازم تطلبوا السمبوسة اللي بالبزلة. طبعا وصلنا لمرحلة ورق العنب، فطبعا أكيد يعني أكتر حد في الدنيا بيحب ورق عنب زي ما انتوا عارفين هي فاطمة، فكان لازم أدوقها هي ورق العنب الأول. ورق العنب بتاعهم ليه تيست مختلف تماما عن أي ورق عنب أنا أكلته. هو طبعا ورق عنب بدبس الرمان. طبعا تيست دبس الرمان كان ضايف له كتير قوي، وكان طعمه كده مختلف عن الورق العنب المصري بتاعنا اللي احنا بناكله، بس بجد كان فظيع. تعالوا بقى اوريكم المنسف الأردني، ودي القنبلة اللي أنا اخترتها ومن أكتر الحاجات اللي عجبتني هناك. عشان كده قلتلكوا اعتبروني النهاردة برا مصر، لفيت دول كتير قوي في القعدة الجميلة اللي أنا هقعدها دي. منسف الأردني ده بيتقدم تحتيه عيش كده، وبيتقدم عليه الرز وعليه شوية المكسرات وعليه اللحمة الضاني. عشاق اللحمة الضاني جري دلوقتي لازم تدوقوا المنسف. اللي مدقش المنسف الأردني قبل كده فايته كتير. اللحمة دي بتستوي في اللبن، وهوريكوا كمان صوص اللبن اللي بيتحط على اللحمة وبيتحط على الرز وبيوديها في حتة تانية خالص. بصوا اللحمة مستوية ازاي، بجد كان طعمها في حتة تانية خالص. فاطمة مش من عشاق اللحمة، ولكن اللحمة دي عجبتها كتير قوي 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 وكانت مبسوطة قوي بيها. وده الصوص بتاع اللبن اللي لسه بقولكوا عليه، ده الصوص اللي مستوية فيه اللحمة. تمام، بيتحط كده على اللحمة والرز وتبدأ كده تاكل كده مع بعض. يا سلام. ايوه، ايوه، بجد بجد عظمة. عجبني قوي وفوق 10 من 10. وكل ما هروح هناك لازم هطلبه لانه بجد حلو جدا، ومن الحاجات المميزة اللي تقريبا انا اول مرة اكلها وشدني جدا جدا جدا. هنا بقى هاقول لكم بقى على المندي اللي هم كانوا مقدمينه. أول حاجة بقى كده إن أنا هارُش بقى رشة المكسرات بقى، وابتديت بقى إن أنا أدوق بقى. أنا طبعًا من عشاق الرز، وطبعًا الرز البسمتي، وخصوصًا كمان أمّا يبقى عليه كركم ومكسرات. يعني بُصّوا طعمه حاجة فوق الوصف. بجد كانت أول مرّة أدوق المندي، وكانت فيه كده بهارات كده غريبة، يعني اللي هي البهارات بتاعة المندي كان مدّي له taste كده مختلف، يعني غير الرز البسمتي اللي بالكركم العادي اللي إحنا بناكله. اللي عايز اقوله لكم ان كل طبق رز من اللي قدامنا، احنا قدامنا 3 اطباق رز، كل طبق رز منهم بجد ليه طعم مختلف. الرز نفسه بغض النظر عن الفراخ او اللحمة او اي حاجة موجودة، بس كل طبق رز فيهم مختلف تماما. وهنا بقى كمان الفراخ برضه كانت أحلى حاجة فيها إن هي محطوطة بنفس البهارات اللي تبع المندي، كانوا حاطين كده زعفران. أنا أمّا سألتهم قالوا لي إحنا حاطين زعفران. مديها تست حلو قوي وطعم جميل قوي. انا من الحاجات اللي عجبتني برضو على فكرة المندي، بس هيفضل المنسف باللبن يعني. فاطمة كمان عجبها قوي على فكرة. أنا كان عاجبني جدًا مع إن أنا مش من عشاق اللحمة الضاني، بس كان فظيع. بس المندي كان حلو أوي، 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 وكمان أحلى حاجة إن هُم كانوا حاطين نُص فرخة. اه يعني نص فرخة الوجبة دي تكفي فرد وزيادة يعني بجد، وهيفضل معاك كتير قوي.
وهنا بقى الصوص بقى اللي هو السعودي، أنا معلوماتي إن هو سعودي، ده صوص اسمه الدقوس، ده بيتحط على أي رز أنتم حابينه وخصوصًا المندي. أنا بالنسبة لي حبيته جدًا عشان خاطر هو كده إيه معمول من صلصة الطماطم، وأنا باحب صلصة الطماطم جدًا، فكان من بالنسبة لي تحفة. من الحاجات اللي ما عجبتنيش بصراحة قوي، يعني ما زلت برضو متمسك بالمنسف. الصوص ده مش احلى حاجة بالنسبة لي. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا بالنسبة لي سلطة الزبادي كانت من اهم الحاجات اللي على الترابيزة. نيجي بقى هنا لتالت طبق وده أكتر طبق أنا حبيته، اللي هو البرياني. البرياني بقطع الفراخ، طعم الرز بقى هنا أما كانوا حاطين عليه توابل البرياني كانت فظيعة فظيعة فظيعة. أنا بالنسبة لي ده أحلى حاجة. انا قررت ادخل كده وعايز ادوق طعم الرز بالذات اكتر من اي حاجة، لان برضو للمرة التالتة باكد عليكم ان كل طبق رز منهم مختلف، كل واحد من التلاتة ليه تيست مختلف خالص عن التاني. وهنا بقى قطع الفراخ برضو بتاعتهم كانوا حاطين عليها توابل البرياني، وكانت بالنسبة لي طعمها حلو قوي قوي قوي. يعني أنا أكتر طبق حبيته هو طبق البرياني، عكس سعيد. انا المنسف رقم واحد، برياني رقم اتنين، المندي هيكون الاختيار بتاعي رقم تلاتة. بس انا لو حدي حاجة للمكان كإجمالي، أنا عايز أدي المكان بجد 10 من 10. ورق العنب بجد كان هايل، السمبوسة بتاعتهم تحفة تحفة تحفة. المنسف عشاق اللحمة الضاني اللي عايزين ياكلوها بطريقة جديدة أو بشكل جديد بجد هتعجبهم قوي. بجد الأكل كان فوق الروعة، بجد كانت تجربة حلوة جدًا، وعمري ما توقعت إن أنا أحب الأكل الخليجي، بس بجد اتبسطت بيه جدًا، 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 وفعلًا هنروح المكان تاني. اي حد بجد عايز يتعامل معاملة حلوة ويتعامل من ستاف جميل وناس شيك وناس بتتعامل باسلوب حلو وياكل اكل نضيف جدا، بجد على متشابس على طول، او مجابيس زي ما ناس كتير جدا بتنطقها. استنونا في كل فلوج جديد، وباي باي باي. باي.